قطر الاهلي يا برنس لا يتوقف. الاهلي يا برنس يكسب غزل المحله 2-0. والنهارده يا برنس هنتكلم على مباراه النادي الاهلي يا برنس امام غزل المحله. والاهلي يا برنس اداؤه النهارده في الشوط الاول عالمي يا برنس. ولكن يا برنس يا غالي يا ابن الغاليين، طبعا انت عارف ان التفاعل واقع عندنا في القناه. اتمنى من اخواتي وحبايبي ان كل واحد ينزل يعمل اللايك بتاعه. لو انت اول مره تشوفنا ابدا اشترك معانا في القناه، ويلا بينا بقى يا برنس عشان نتكلم على ماتش النادي الاهلي امام غزل المحله. بص بقى يا سيدي، الاهلي النهارده داخل الماتش وعينه على الثلاث نقاط اللي احنا عارفين يا برنس انك طول ما انت في اول الدوري بتبقى ماشي عمال تجمع في نقط نقط نقط، بتيجي كده بقى في نص الدوري وفي اخر الدوري تبقى مرتاح، ما انت خلاص جمعت النقط اللي انت عاوزها. وده اللي الاهلي عامله يا برنس حرفيا. الانتصار الخامس على التوالي للنادي الاهلي في صداره الدوري المصري ب 15 نقطه يا برنس. النهارده يا برنس الكورر قدم شوط اول عالمي مع النادي الاهلي، اما الشوط الثاني كان على فترات بنيجي فيه، يعني على فترات في بقى كام لعيب كده في الاهلي بيغلط كام غلطه يودونا في داهيه الصراحه، يعني يودونا كوارث ويودونا ورا الشمس. عندك الشناوي غلط غلطتين غراب جدا ماشي، وعندك عبد القادر ساعات بيعمل حاجات كده بتطلعك عن شعورك يا جدع، ولكن اللعيب مفيد جدا. انت لو ركزت على عبد القادر في الجول الاول يا برنس، الجول رقص كده وسب كده وعرضيه وبرازيلي واسمر برقصه سامبا من قرار واحد. يعني الناس اللي كانت بتقول لك ايه ده برونو ده بياخد قرارين ومش قرارين، لا يا باشا ده برونو حط الجاتوه قرار واحد يا برنس ما بيفكرش. الاهلي يا برنس بيقدم اداء ولا اروع. هتقول لي طبعا يا برنس طب انت ما اتكلمتش عن برنس تاو. عارف يا برنس ده ليه قصه وحوار تاني. الناس اللي تفتكر فيديوهات القديمه يا برنس، انا كل مره اقول لك ان بيرس تاو هيكون مفاجئ كاراريرو، ان كاراريرو يا برنس قال لي بيرس تاو دي فرصتك قدامك امامك لغايه يناير الجاي. اثبتت نفسك يا عم تاو هتكمل معايا، ما اثبتتش نفسك مع الفريق خلاص يا عم تاو مع السلامه واجيب واحد غيرك. الصراحه النهارده يا برنس بيرس تاو نزل المباراه وادى اداء كويس جدا جدا يا برنس. يعني انت لو ركزت في الهدف لا عرضيه من معلول يا برنس ولا اروع من لمسه واحده يا برنس. بيرس تاو الحلاقه الجديده عامله معاه شغل نار يا برنس. ولكن الاهلي مركز، الاهلي كل ماتش ماشي عاوز الثلاث نقاط، وده اللي عجبني. الاهلي لما كان في ماتش المقاولين او ماتش طلائع الجيش لما كنا في اسوأ حالاتنا، اللي عجبني في الاهلي مهما كان اسوأ حالاتك اكسب. هي دي شخصيه البطل، يعني اللي انا عاوزه مهما كان حاله الاهلي وحشه لازم تكسب، ما نستسلمش. هو ده اللي الاهلي عمله امام مقاولين العرب، وده اللي الاهلي عمله امام طلائع الجيش. الاهلي كان اداؤه وحش جدا ولكن قدر ان هو يكسب، وهو ده يا برنس اللي احنا محتاجينه، ان كل ما يكون ادائك وحش اكسب. هو ده اللي الاهلي محتاجه الفتره الجايه ديت يا برنس. وكاراريرو حرفيا عامل مع الفريق شغل محترم جدا جدا يا برنس، ومخلي اللعيبه كلها واقفه على رجليها، وده اللي احنا محتاجينه، ان لعيبه النادي الاهلي تكون واقفه على رجليها، واللعيبه تحس انها خفيفه كده بتتحرك سريع ما بينقعش بدري. ان كانت مشكله النادي الاهلي اللعيبه كلها الوقع البدني يا برنس. وباذن الله باذن الله عاوز اللعيبه تفوق شويه عشان داخلين لسه على افريقيا جايه في السكه يا برنس، القرعه كمان كام يوم وربنا يسترها علينا. فباذن الله النادي الاهلي الفتره الجايه عنده ماتشات مهمه جدا. انت عندك شهر 12 ده مليان ماتشات الاهلي، مليان ماتشات الاهلي، وبرضه هنعرف 12 الاهلي هيقع مع مين في قرعه دوري ابطال افريقيا. فبجد انا عاوز النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ان هي تبدا تركز يا برنس في المباريات القادمه، وكل ماتش بماتشه، كل ماتش ننزل نجيب الثلاث نقط ونمشي. رحنا غزل المحله خدنا الثلاث نقط حطيناهم في الحله وخدناهم ومشينا. هو ده اللي انا عاوزه، ان الفرقه تبقى مركزه ان كل ماتش نجيب الثلاث نقط. السلام عليكم يا باشا وناخدهم ونمشي. ماشي يا برنس، استنانا بقى بعد ماتش الزمالك هنطلع نتكلم برضه يا برنس. يلا سلام.